السلام عليكم أمني أصدقائي، يا رب تكونوا بخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الماتش. امبارح بالليل مهيب على قناة ام بي سي في برنامج اللعيب قال لك انفرادة وحصريا رجوع أرض أكتوبر لنادي الزمالك. قلت يا فرج الله، الحمد لله إن الأرض رجعت تاني لنادي الزمالك، ونادي الزمالك ممكن بعد رجوع الارض ان هو يعني يرجع تاني للمنافسه ويقدر ينافس النادي الاهلي، بدل ما النادي الاهلي عمال يفوز عليه في الدوري، يفوز عليه في الكاس، عمال يفوز عليه في كل حته، كل ما يشوفه يفوز عليه. فقلت ده حاجه كويسه، والزملكاويه يفرحوا شويه بعد الكآبه اللي حصلت لهم، خصوصا لما النادي الاهلي فاز عليهم في الكاس من كام يوم. ولكن اتصدمت بعد كده لما رحت بحثت وشفت كل الاخبار بتتكلم اليوم السابع واليوم التاسع واليوم السادس واليوم الخامس، صدى البلد، كل الاخبار بتقول لك ان كان امبارح في المحكمه جلسه، وكان في طعن يعني متقدم للمحكمه، واجلوا النظر في هذا الطعن لحد يوم 23 ديسمبر. فاستغربت، قلت هو مهيب جاب الكلام ده منين يا جماعه؟ يعني بعد ما عشمنا وعشم جمهور الزمالك النهارده رجعت، نرجع نبص نلاقي المحكمه اجلت النظر في الطعن لحد يوم 23 ديسمبر. فيعني مش عارف مهيب الصراحه جاب الكلام ده منين. هو اقول لك بقى انا جاي مصادري طب ما المحكمه هي اللي قايله، طب ما هو في اكتر من محكمه. المحكمه طلعت قالت لك يوم 23 النظر في الطعن اصلا، وانت تقول لنا رجعت وما رجعتش الارض والكلام ده. يعني خبر طبعا كان صادم لجمهور نادي الزمالك، واحنا فرحنا والله ان الزمالك اخيرا يعني ممكن يعمل حاجه بعد الازمات اللي اتعرض ليها. طيب هو حتى لو الارض رجعت، الارض حتى لو رجعت برضه يبقى في فتره معينه مسموحه لنادي الزمالك ان هو يعيد بناء الارض. طيب هو الزمالك معاه فلوس اصلا عشان يبني حاجه؟ طيب لو ما حصلش، يعني كل 3 شهور يروحوا يبصوا ها الزمالك عمل حاجه ولا ما عملش، ها عمل ولا ما عملش، وهيعمل منين؟ ده عليه ديون، عليه 2.5 مليار جنيه ديون، هيجيب فلوس منين يبني الارض؟ هو كل ما يعني اللي هيحصل ان الاستثمارات اللي جوه الارض هي دي بس اللي مش هيرجعوها لاصحابها، لكن كده كده هم عليهم الديون وعليهم المشاكل، ولسه ال 2.5 مليار جنيه موجودين كديون يعني. فبعد الفتره دي هتتسحب نهائيا بقى، ولا هيبقى فيه طعم ولا هيبقى فيه حزنون. فحتى لو الارض رجعت هيبقى في فتره معينه لنادي الزمالك ان هو يبني فيها، وطبعا نادي الزمالك مش عارف يبني. فالمشكله لا تزال لسه قائمه، وحتى لو رجعت مؤقتا اعتقد بنسبه كبيره جدا ان هي تتسحب نهائيا. وانا شايف ان نادي الزمالك يعني يصرف نظر عن موضوع الارض، لان ازمه الارض عمرها ما هتتحل. طيب تم عقد جلسه مع اسامه فيصل وكابتن سيد عبد الحفيظ المشرف العام على كره القدم، واتفقوا على عقد لمده 5 سنوات. وطبعا اسامه فيصل ما عندوش اي مشكله ان هو ينتقل الى النادي الاهلي، وهو حابب النادي الاهلي، نادي جماهيري، نادي فلوس، نادي بطولات. فالراجل ما عندوش اي مشكله، يتمنى ان هو يرتدي فانيله النادي الاهلي. وكابتن سيد عبد الحفيظ قعد معاه قعده واتفقوا مع بعض، ولقى ان اللاعب ما عندوش اي مشكله وعنده رغبه للانتقال للنادي الاهلي، وتبقى بس موافقه البنك الاهلي على توقيع العقود. المفاجاه بقى ان البيراميدز كمان دخل يزاحم النادي الاهلي على اسامه فيصل. اسامه فيصل 24 سنه، لسه في عز شبابه، لسه عنده اللي يديه في الملعب، بيلعب مع منتخب مصر، يعني هيبقى ليه شأن كبير جدا في كرة القدم، ومن الممكن ان هو يكون بعد كده ان شاء الله مهاجم منتخب مصر ومصر كلها الاول ان شاء الله. فدخل من خلال عمر بسيوني مدير التعاقدات وعرض الضعف، عرض الضعف. النادي الاهلي بيتكلم في 15، من 14 ل 15 مليون جنيه. بيراميدز اول كلام بيقول لك 25 مليون. ما شاء الله بيراميدز معاه فلوس كتيره جدا يعني. قال لك 25 مليون. ليه يا عم تشتري مين يا عم؟ هتشتري كريستيانو رونالدو؟ ده لاعب محلي مهما كان برضه. طيب النادي الاهلي قال لك يا باشا انا مش هزايد على المبلغ ده، اللاعب لو عايز يجي اتفضل مفيش اي مشكله.
عايز يرتدي فانيله النادي الاهلي وعايز يجي يلعب مع النادي الاهلي، مفيش مشكله، ياخد بطولات وياخد فلوس وياخد شهره وياخد عالميه ويروح منتخب مصر وي وي وي. مش عايز هو حر. فالنادي الاهلي مش هيزايد على المبلغ اللي قدمه بيراميدز 25 مليون. عايزه 25 مليون واللاعب عايز يروح بيراميدز مع الف سلامه. ولكن اللاعب اسامه فيصل صاحب ال 24 سنه يفضل النادي الاهلي ويفضل الجماهير وانديه الجماهير. نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك يشكو اتحاد الكره ولجنه الانضباط ويشكو زيزو لعدم مصافحته لهشام نصر في اثناء طبعا نهائي كاس السوبر المصري. طيب دلوقتي لما كان طالع هشام نصر مع خالد الغندور في مداخله قال لك يا باشا انا ما بشتكيش، وانا اصلا نيتي من جوه ان انا ما كنتش عايز اسلم على زيزو. طب انت ما كانش عندك النيه، دلوقتي جاي تشتكي الراجل وانت كنت بتقول اصلا مع خالد الغندور انت مش هتشتكي. طب ما تشتكي يا باشا. طب ما هو اصل بيقول لك لازم اتحاد الكوره ولجنه الانضباط تطبق اللائحه. ما فيش حاجه اصلا في اللائحه بتقول ان واحد ما سلمش على واحد يتعاقب. فين الكلام ده يا باشا؟ مش موجود. مش موجود. اجيب لك انا اللائحه يا باشا اللي تخص كاس السوبر المصري، ولو فيها الكلام دوت يبقى تمام. لكن انا قريتها كلها ما فيش الكلام ده. بيقول لك الاهانه والاساءه او التهديد لاي من الاتحاد او المجلس او الجهه المنظمه او المسؤولين او عناصر اللعبه سواء في الملعب او خارج الملعب. طب كان في اهانه؟ كان في اساءه؟ ما كانش في اساءه. فين الاهانه وفين الاساءه؟ انت اصلا راجل ما رفعش ايده اساسا عشان يسلم عليه، فلا ينطبق على اول حاجه موجوده في اللائحه. اول نقطه. طيب الامتناع او التاخر عن استلام الجائزه في نهايه المسابقه، طيب او في مراسم التتويج، مفيش الكلام ده. الراجل ما امتنعش، كان افضل لاعب في المباراه، راح يستلم الجائزه وتصور وكان مبسوط وكل حاجه. طيب توسط لنادي او حكم او لاعب او مسؤول بغرض مخالفه لوائح الاتحاد. فانا شايف طبعا ان الشكوى دي مش هيبقى فيها اي رد فعل، وانا شايف ان الشكوى دي شوشره على جمهور نادي الزمالك عشان ياخدوا الاتنشن بتاعهم ويشدوا انتباههم ناحيه الشكوى بتاعت زيزو ومشكله زيزو والكلام ده كله، وعشان ينسوهم السوبر المصري وخسارتهم قدام النادي الاهلي. طب ما هو زيزو صورته نزلت من قدام النادي الزمالك وانداس عليها والراجل ما اتكلمش ولا اشتكى ولا الكلام ده كله. فيعني موضوع ان انت تشتكي ده موضوع كيد، يعني كيدي. هو عارف ان هو كده كده اصلا حتى لو اشتكى مش هياخد حق ولا باطل، يعمل شوشره على الفاضي. الراجل طالب بحقوقه بس الماديه 80 مليون جنيه اللي مستحقاته من النادي. حاجه تاني، ليه مسؤولي نادي الزمالك الاعلاميين ما تكلموش يعني عن عدم مصافحه بزيره لوزير الشباب والرياضه ومسؤولي الشركه المتحده للرياضه؟ ما تكلموش عن دي. لو انت بقى بتتكلم في حق ربنا وراجل حقاني اعلاميا، انت ما تتكلمش عن الموضوع ده اصلا. والراجل طلع اعتذر اصلا، بزيره طلع اعتذر، انا ما كنتش اقصد والكلام ده كله. والاعلاميين كلهم ما اتكلموش اصلا عن الموضوع ده ولا جابوا سيرته، ماسكين في زيزو بس. زيزو ما سلمش على الراجل، زيزو ما سلمش على هشام نصر. طب ما هو الراجل ما سلمش على وزير الشباب والرياضه. هو في اكتر من كده يا جدعان؟ ده ما سلمش على ثلاثه اثنين من مسؤولي الشركه المتحده للرياضه، الرئيس والمساعد ووزير الشباب والرياضه، والراجل طلع اعتذر. طيب خالد غندور اتكلم عن الموضوع؟ لا، ما كانش عن الموضوع، ماسك في زيزو بس. يا جماعه لازم يكون في حياديه، يعني منبر الاعلام ده حاجه كبيره جدا، لازم يكون الواحد محايد فيه. نروح بقى لاليو ديانج. اليو ديانج اللي تعبنا. يا عم اليو ديانج امضي. لا مش ماضي. يا عم امضي. لا انا عايز 2 مليون دولار. يا عم الحاج طب ده النادي الاهلي اللي كبرك واللي نجمك والكلام ده كله. يا عم انت هتاخد بطولات هنا وهتاخد فلوس برضه، هتاخد مليون و300 الف في السنه دولار، وهتاخد بطولات وهتاخد من هنا مكافآت، من هنا شويه بطولات. طيب الدنيا هتمشي يعني شويه اعلانات هتجيب ال 2 مليون. لا يا باشا انا جاي لي عروض من بره ب 2 مليون، اكتر من 2 مليون دولار في السنه، وانا سيبوني كده افكر بس شويه لحد يناير. طب ايه اللي حصل؟ يا استروب
طالبه باستمرار اليو ديانج في النادي الاهلي، واليو ديانج المفروض في يناير يقدر ان هو يمضي لاي نادي اخر، قبل طبعا عقده ب6 شهور يقدر ان هو يمضي لاي نادي اخر فور فري مجانا. طب هنعمل زي الزمالك؟ هنعمل زي بن شرقي لما ساب نادي الزمالك وراح ببلاش، مشي ببلاش راح الجزيره الاماراتي؟ طبعا هنعمل زي زيزو؟ لا طبعا. يعني مجلس اداره النادي الاهلي عمره ما هيقع في هذا الفخ يعني. فاليو ديانج كان النادي الاهلي بيتكلم معاه في 1,300,000 دولار في السنه. قال لك لا اصل قليل مش قليل. النادي الاهلي لما يسرب شاف ان هو عايز اليو ديانج يستمر معاه في الفريق في التيم، قال خلاص هنتقدم بعرض ب1,500,000 دولار في السنه. واتكلم مع وكيله، يا عم الحاج احنا عارضين 1,500,000، جاي معاك سكه ولا مش جاي معاك؟ قال لك طب استنى اما نشوف اليو ديانج. ايوه اليو 1,500,000 النادي الاهلي باعت. قال له لا اصل انا جاي لي عروض من الخليج باكتر من 2 مليون دولار في السنه. طب ايه يا عم الحاج، وانا كده كده اصلا ما بفكرش في موضوع التجديد ده، ان شاء الله في يناير بتاعوا لي وهنتكلم في الموضوع ده. اه يا عم اليو ديانج، هو انت يا باشا هنجي لك في يناير وانت ماضي اصلا وبعد كده تمشي ببلاش؟ انا شايف ان النادي الاهلي لازم ياخد موقف حاسم مع اليو ديانج. ياخد يعني، انا من وجهه نظري يتباع. يا جدعان انتوا متمسكين بيه ليه؟ انا مش فاهم يعني. ناس روب انت متمسك بيه ليه؟ ده في السوبر، في نهائي السوبر كان بيباصي غلط، اقسم بالله كان بيباصي غلط، باصاته في الملعب كلها غلط. انا مش شايف ان هو ليه افكت جامد قوي يعني. ممكن تروح تجيب عمر الساعي من الاعاره من المصري عادي جدا، ليه بدايل يعني. فانت ما تسيبش اليو ديانج لحد يناير يمضي ببلاش ويمشي واحنا ما نستفدش باي حاجه. لازم النادي الاهلي ياخد قرار حاسم مع اليو ديانج، يا بالتجديد يا بالبيع. عايز تمشي امشي يا باشا، هو الخليج هات عقد واتكل على الله، هجيب غيرك. 2 مليون دولار كتير على اليو ديانج يعني. طيب النادي الاهلي بيدرس صفقه تبادليه مع المصري البورسعيدي. هيبدل مين بمين؟ النادي الاهلي بيدرس ان هو يبدل طاهر محمد طاهر باحمد عيد الظهير الايمن عشان يكون منافس قوي ان شاء الله لمحمد هاني. خصوصا ان طبعا كامل ابو علي رئيس النادي المصري عنده علاقه قويه جدا بالنادي الاهلي، وعمره طبعا ما هيرفض طلب يعني. الدنيا رايحه وجايه يعني. فالنادي الاهلي لو بدله بطاهر طبعا هتبقى صفقه كويسه جدا للنادي المصري. فاحمد عيد عنده 24 سنه، سن مناسب. برضه لو اتصاب لا قدر الله محمد هاني يقدر ان الراجل ده ياخد فرصته في نفس مكانه في الظهير الايمن. وبعدين طاهر محمد طاهر يعني مش بيأدي الاداء اللي هو الممتاز يعني. ده في سيراميكا كان ماتش سيراميكا ما كانش فيه مستوى خالص، وقبل كده في الدوري برضه مستوى كان صفر يعني. هو بس نزل 10 دقايق اللي في مباراة نادي الزمالك يعني، حرك الدنيا شوية وعمل اسيست. الصراحة كان مستواه حلو في ال10 دقايق دول بس، لكن مستواه في العموم عامة مستوى طاهر محمد طاهر مش أحسن حاجة. فأنا شايف إن هي هتبقى فكرة كويسة جدا إن إحنا ندعم الخطوط اللي إحنا محتاجين فيها ناس. يعني ما عندناش طبعا ظهير أيمن في النادي الأهلي زي محمد هاني. فهتكون صفقة تبادلية، أنا شايف إن هي هتبقى رابحة جدا للفريقين، للمصري والنادي الأهلي.